فقرة فن الثورة. العمل الأخير معانا النهاردة هو انفوجراف السيسي ليه ضرب ليبيا. خلينا نشوف فور ميديا عايزين يقولوا لنا ايه، هم دايما متألقين في موضوع الانفوجراف. نشوف انفوجراف والعمل الأخير معانا في فن الثورة ونرجع نكمل. واحد صاحبي في الشغل جالي وهو فرحان جدا وقال لي شفت جيشنا العظيم عمل ايه في ليبيا؟ بهدلهم عشان بعد كده ما حدش يقرب من المصريين. قلت له شفت، وقلبي وجعني على اخواتي المصريين اللي اتذبحوا بالطريقه البشعه دي ودمهم في رقبه اللي كان السبب. رد عليا وقال لي السبب طبعا هم الارهابيين القتله اللي في ليبيا، هم اللي خطفوهم وقتلوهم. قلت له اشمعنى المصريين بالذات يعني هم اللي اتخطفوا؟ ما كوريا واليابان وامريكا وكل دول اوروبا قدروا يرحلوا الجاليات بتاعتهم من غير ما حد منهم يتخطف ولا حتى يتعامل وحش. اكيد في سبب. وايه السبب بقى؟ لو بصيت على ليبيا بعد الثورة هتلاقي فيها جبهتين، الجبهة اللي عملت الثورة ودي مسيطرة على 80% من الأرض واسمها فجر ليبيا. الجبهة التانية هي جبهة الثورة المضادة اللي بيقودها اللواء متقاعد خليفة حفتر واللي عاوز يرجع نظام القذافي مرة تانية، ودي جبهة ضعيفة جدا ومتمركزة في بعض الأماكن في الشرق، يعني على الحدود بيننا وبين ليبيا. الإمارات بقى طلبت من السيسي دعم حفتر، فعلا السيسي استقبله وقابله ودعمه مش بس بالسلاح، ده كمان بعت له جنود مصريين وفي منهم اللي اتقتل على أرض ليبيا. ولولا تدخل الإمارات والسيسي كان حفتر واللي معاه بقوا في خبر كان. عرفت بقى مين سبب المشكلة؟ وليه المصريين بالذات هم اللي بيتخطفوا؟ يعني انت عاوز تشيل الليلة كلها للسيسي. هو يعني كان هيعمل ايه عشان ينقذهم؟ كان يعمل زي ما عمل أردوغان مثلا لما داعش خطفت مجموعة من الأتراك، قدر يحررهم بالتفاوض والسياسة. واحنا شفنا بعيننا أيام مرسي قدر يحرر المصريين اللي اتخطفوا في سيناء وكمان اللي اتخطفوا في ليبيا من غير ما حد يتأذي ومن غير ما يعلن الحرب ولا يعمل طلعات جوية. يعني قصدك تقول ان الموضوع كله تمثيلية؟ بص تعال نتكلم بالعقل والمنطق وانسى لحظة واحدة الكلام اللي سمعه في الإعلام. لو رجعنا ورا شوية من 6 شهور بالظبط، عمرو أديب كان مستضيف توفيق عكاشة اللي قال له إن في حرب على ليبيا كمان 6 شهور. أكيد ما كانش بيهزر، خصوصا لما تعرف إنه عكاشة مجرد بغبغان بيردد اللي المخابرات بتقوله عليه. دي أول نقطة. النقطة الثانية، السيسي في حواره مع الإذاعة الفرنسية قال لهم إن الطلعات الجوية نفذت مهمتها ونجحت نجاح باهر، وإحنا كنا راصدين ومتابعين مواقع داعش اللي ضربناها من شهور فاتت. طب لما أنت كنت راصد الأماكن اللي المصريين اتخطفوا فيها، ليه ما بعتش الفرقة 3 سبعات ولا 3 تسعات علشان تحررهم وبالمرة تجيب معاك كام داعشي أسير زي ما قال مصطفى بكري إن الطيارات أسرت 55 داعشي؟ إزاي؟ الله أعلم. النقطة الثالثة، وزير الخارجية وقف قدام مجلس الأمن يقول لهم إن الضربة الجوية لمعاقل داعش في ليبيا كانت بناء على طلب من الحكومة الليبية، يعني مش أخذ بطار المصريين اللي اتذبحوا ولا حاجة. والواد والبت الإعلاميين إياهم يطلعوا يقولوا للناس إحنا في حالة حرب يا جماعة، يعني محدش يقول فين الكهرباء وفين الغاز وفين الاستقرار وفين الشغل وفين مشروع قناة السويس وفين جهاز العلاج بالكفتة وفين الانتخابات. إحنا في حرب يا جماعة، وعيب لما تطلبوا حاجات زي دي من بلدكم في وقت الحرب. يعني ببساطة تحس انه بيحاول يوهم الشعب انه مستهدف من الشرق والغرب والجنوب علشان يداري على فشله وخبته ووكسته. وبعدين يا راجل يا طيب، ينفع تبقى داخل على مؤتمر اقتصادي وانت بتقول انه روحك في المؤتمر ده ورايح تعمل لي حرب على جارك؟ وازاي عاوز تدخل على موسم انتخابات برلمانية وانت راعب الناس كلها ومعيشهم جو الحرب ودق الطبول ومشغل المارشات العسكرية في الإذاعة والأغاني الوطنية والجو العالي ده؟ وبعدين تعالى لي هنا، ما اسرائيل عماله تقتل في المجندين والضباط المصريين على الحدود، ليه ما فكرتش تضرب اسرائيل؟ ولا اثيوبيا اللي بنت السد وهتقفل المحبس علينا وتعطشنا، ليه ما رحتش ضربت السد بطلعتين جامدين كده؟ يعني عاوز السيسي يقف يتفرج والمصريين بيتذبحوا؟ لا طبعا، بس احنا اتفقنا على الطريقه الناجحه اللي الناس بتتعامل بيها في المواضيع اللي زي دي، بالاضافه لحاجه مهمه جدا. ازاي يا راجل يا عاقل تكون الجاليه بتاعتك في ليبيا واللي عددهم اكتر من 1.5 مليون مصري لسه موجودين وانت بتضرب وتعلن الحرب على البلد اللي قوياهم؟ يعني ايه، مش خايف عليهم مثلا؟ ليه تخليهم معرضين للخطف تاني؟ ولنفترض انهم رجعوا بالسلامه لارض اللواء، قصدي ارض الوطن، 1.5 مليون دول مش وراهم اسر وعيال، هيلاقوا شغل فين؟ ده كفايه العمله الصعبه اللي كانوا بيدخلوها للبلد يا اخي. انت شكلك كده من اللي بيقولوا يسقط حكم العسكر ومش بتحب الجيش. بقول لك ايه، انا بحب جيش بلدي جدا وانا كنت مجند في يوم من الايام، بس اي جيش؟ الجيش اللي بيدافع عن تراب الوطن وحدوده، الجيش اللي ملوش دعوه بالسياسه ولا المكرونه ولا الكفته ولا بيتحول لميليشيات مرتزقه للي بيدفع اكتر زي ما جه في التسريب اياه. الجيش اللي بالشكل ده مش جيش بلدي ومش بيمثلني، ودول اللي بنسميهم عسكر، وعلشان كده بنقول يسقط حكم العسكر.
كل التحيه للشباب في فور ميديا. الحقيقه اعمال زي ما قلت في البدايه هي معركه وعي، وهم يعني ماشيين في السكيل ده او في الكاتيجوري بتاع معركه الوعي بشكل هايل وبتطور كبير جدا في ادائهم. بوجه لهم التحيه وبشكرهم. دي كانت فقرتنا النهارده في مكملين النهارده فن الثوره. استنى دايما على ايميل اسامه جويل